مبروك لنادي الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا هدفين مقابل هدف. احرز الهدفين عبد الله السعيد وابراهيم نداي. لكن لو حبينا نتكلم على الماتش ده، الماتش الزمالك صعبه على نفسه وخلى فرصه لسيراميكا كليوباترا يجيب جون في الاول، والهدف بتاع سيراميكا جابه احمد رمضان بيكهام من ضربه ركنيه، وخطأ واضح من حمزه المسلوسي في الكره دي. الكرة لما تلعب ركنية المفروض يا حمزة تطلع على الكرة تشتتها، مش تطلع تزاحم جسم المنافس. انت طالع على جسم احمد رمضان بيكهام، واحمد رمضان بيكهام لعب على الكرة وجابها جول. في اخطاء دفاعية ملهاش لازمة. انت بتلعب على الكرة في الركنية، بتطلع تشتت الكرة، مش بتطلع تخبط في جسم المنافس. وخطأ كبير جدا من حسام عبد المجيد يستحق فيه طرد. كرة سهلة، ايه المشكلة لما تيجي ترجعها للجون بتاعك بسهولة؟ ليه تتبطأ فيها تخلي القندوسي يدخل يخطفها من قدامك ويروح انفراد بالجون وتضطر انك تشده وتتحسب فاول؟ انت خدت فيها انذار لكن طرد مباشر، تحق طرد بصراحة. خطأ ملوش اي لازمة يا حسام عبد المجيد من اخطائك المتكررة. ولولا حماس واصرار عبد الله السعيد، محمد شحاتة، عمر جابر، محمد صبحي، كان الماتش ده خلص بهزيمة الزمالك. عبد الله السعيد كرة من بره 18 صاروخ في الجول، عبد الله السعيد اسيست ولا اروع لابراهيم نداي اللي احرز بيها هدف من ضربة راس. لولا الاربعة دول كان الزمالك طلع مغلوب. يا ريت اللي حصل في ماتش سيراميكا من اخطاء لحسام عبد المجيد والمسلوسي ما تتكررش تاني. احنا محتاجين كل 3 بوينت، مفيش وقت ان احنا نضيع اي بوينت. مركزنا في الدوري مش افضل حاجه، كل ماتش كانه ماتش كاس. مبروك تاني فوز الزمالك، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله.